ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. والنهارده معايا فيديو جديد وروتين جديد. ما تنسيش تعمل لايك الفيديو ده، ولو لسه ما اشتركتيش اشتركي في القناه عشان يوصلك اي فيديو انا بنزله. اكتبي لي كومنت حلو كده وانا هرد عليك. اعمل لايك الفيديو. يلا نبدا كده الروتين بتاعنا. الروتين بتاعنا حلو جدا النهارده كده ايه مميز قوي. تعالوا بقى نبدا. هنا كنت بلف فول من بالليل علشان نعمل فول مدمس. خلاص عقبال الصبح كانت الفوله كده كبرت كده، فعايزه ايه تتدمس. طبعا الموضوع ده بعد ما فطرت وكده وظبطت حالي، قلت بقى ابدا معاكم التصوير. خلاص هنا حطيت الكاتل بس مليته ميه، قلت يغلي عشان احط للفول ميه مغليه. خلاص هغسل بقى صبن المواعين اللي في الحوض. هغسل بقى الكوبايات كده الاول وابدا ان انا اصبن فيهم. شكرا للناس الجديدة بجد اللي دخلت لي، ده شرف ليا وربنا يخليكم ليا احلى الناس في الدنيا. وشكرا للناس القديمة اللي عندي موجودين طبعا، ربنا يخليكم ليا وعيلتنا بتكبر. فبجد بجد بحبكم كل قلبي. شكرا للناس اللي بتكتب لي كومنتات وبتعلق لي، بجد بحبكم جدا. وخلاص بقيت عارفاكم من الكومنتات بتاعتكم، فببقى مبسوطة قوي لما بتعلقوا وبرد عليكم. ما بسيبش ولا كومنت الا لما برد عليه. خلاص خلصت بقى كل المواعين، لمعت كده الرخامه. خلاص الدنيا عندي اتروقت، وما كانش عندي هم حبه بس بتوع الفطار، لا غسلتهم كده عشان يبقوا الدنيا معايا نظيف. كمان لمعت البوتاجاز علشان اسوي عليه فول ومكان الفطور عشان يبقى نظيف. ما بحبش اعمل حاجه على البوتاجاز وهو متوسخ. ربطت الكيس بتاع البسكت الصغير علشان خلاص بقى احطه في الباسكت الكبير واحط غيره. ربطته كده وغسلت ايديا عشان مبقاش فيها حاجه. جبت بقى اللي فواله، خلاص اسمها فواله اللي بدمس فيها الفول. ان شاء الله تعملي في حله يعني، بس انا جايباها عندي من بدري فانا بعمل فيها الفول على طول. جبتها كده اشطب بقى الفول ده منقوع من امبارح بعد غسل كذا مره ونقعته. فقلت بقى ان انا اشطفه كده وابدا ان انا ايه احطه في الفواله دي. نزلهم كده. وكمان هوريكم بقى طريقتي في الفول، طريقه حلوه جدا برضو ومميزه قوي، وهتعجبكم جدا لما تدمسوا الفول بالطريقه دي. بصوا بقى ده كان جزر بس كنت مطلعاه في الفريزر عشان ما يفك، بس ما لحقش يفك بصراحه. وجبت طماطمايه وليمونه. خلاص يعني طماطمايه مش كبيره قوي يعني وسط كده حلوه. حطيت الليمونه سليمه، طماطمايه بقى اقطعها نصين وارميها بقى ايه في الفول. انا مش عايزه طعم الطماطم يبقى طاغي قوي على الفول. عندي حبه جزر كده في كيس كنت حاطاهم في الفريزر مفرزين، يعني لو انت عندك فريش حطهم بقى كده. ابدا احطهم كلهم بقى زي ما هما كده كل حاجه على بعضيها. وانا قبل ما احط الميه يعني انا بغلي الميه في الكاتل ورايا وبعمل الحاجه معاكم. الميه غليت بقى هفضي بقى الميه. بصوا سخنه بتغلي. فضيت بقى على الفول كده، غطيت بقى كده واشغل بقى الفواله ووطي البوتاجاز. بس خلي الفول يعني مجرد كده شويه الغطا عشان ما يفرش مني ويخرب الدنيا. دي كانت كميه فلفل شطه عندي كنت منشفاها في الروف، فكانت شطه حمراء فنشفتها سبتها لما نشفت حلو جدا جدا جدا. بحطها على ايه؟ بجيب فلفل احمر عادي وابدا يعني حطيت كده شويه في الروف وبدات ان انا انشف عليه كميه الشطه دي. شايفين عامله ازاي؟ بصوا مخشول معايا وناشف وحلو قوي. عشان لما تيجي تعملي شطه وتكون عندك فلفل حراق ولونه احمر كده يبقى شطه، هيبقى معاكي حلو وتنشفيه كويس قوي. بكسر اللي هو الزرعه اللي من ورا دي اللي فيه، لاني انا لما فردته ما كنتش شلتها. وهبدا ان انا اخلص الكميه دي كلها. بس قبل ما اعمل هنا اي حاجه لقيته الشطه حراقه قوي. فرحانه بيهم ان هم ناشفين كويس عشان الخلاط يعني يعملهم حلو. فقلت لا بقى قبل ما احط ايدي في الشطه تعال نعمل بقى ايه الريسبشن، لاني مقلوب زي ما انتم شايفين كده.
فقلت اعمل الريسبشن، علشان زي ما انتوا شفتوا امبارح انا نضفت الانتريه معاكم وغسلته وكده، فسيبته لتاني يوم لما البتاع ده غسلته ونشرته، اللي هو اللبس بتاع الخداديات وكده، والقعده دي اسمها ايه مش عارفه، ما علينا. غسلتها ونشفت كده، فجبتهم بقى وقلت ايه قبل ما اعمل الشطه وكده. بصراحه يوم صعب جدا. ليه انا عملت كميه الشطه دي كلها؟ اولا جوز جاب لي كميه شطه كتيره، اللي هي فلفل احمر، كان فلفل احمر، فانا استخسرتها. كل الفلفل ده هعمل بيه ايه؟ فلقيته حراق جدا، اكلنا منه اللي اكلناه وهو اخضر، وبعد كده لقيته بدأ يمرض مني، فقلت حرام هسيبه يبوظ وكده وكميه كبيره. لا خلاص يا بنت، بما ان انتوا مش قادرين تاكلوها اكيد الشطه بتاعتها هتبقى حاميه قوي. انا اول مره اعمل شطه على فكره في البيت، طول عمري بشتريها من بره. فقلت خلاص بقى، رحت جبتها في الروف جوه وفردتها ونشفتها، بقى فتره عندي بتتنشف جوه، بس لما لقيتها نشفت بقى قلت اعملها معاكم. بس بصراحه صعبه جدا في الطحن بتاعها. بصوا عملت الفيديو ما قدرتش اكمل معاكم، كنت هموت اصلا، فلا صعب قوي. بس فجبت هنا فقلت بقى اعمل معاكم الفيديو كده وانزله، بس علشان انا ما قدرتش بصراحه اكمل الفيديو، ما قدرتش. ف ان شاء الله الفيديو يعجبكم النهارده. خلصت بقى، لبست كده اسمه ايه، لبست الاسفنج ده، لبست الوش بتاعه. بص بالنسبه للي هي اللي حته الاسفنجه اللي متشاله دي او اللي مقطوعه، شايفينها زي اللي انا رميتها، بلبسها الاول واظبطها، وابدا ان انا اركب الوش بتاع بصوا بقفلها كمان بالسوسته كده كويس، وخلي بالي علشان السوسته ما تاكلش معايا اي فايبر او اي سفنجه او اي حاجه من القماش، عشان ما تبص مني يعني وتبقى مفتوحه كده ولسه رايحه اعملها وبتاع حوار بقى. هنا بقى دي حته على بعضيها، اللي هي الاسفنجه حته واحده، لبستها بقى كده وحطيتها مكانها خلاص. بص الانتريه لما اتغسل امبارح غسلته ونور ازاي ونشف النهارده خلاص، وهو بعديها بساعه كان نشف وما فيهوش حاجه، بس عشان البتاع القماش اللي انا فكيته ده وغسلته نشف كمان خلاص. عقبال ما اتغسل بقى في الغساله ونشرته وكده، فكان خد وقت نشف بقى. فتاني يوم ان انا فرشته. بصراحة الانتريه بيبقى مفروش، بيبقى حاجة تاني، بيبقى شكله حلو ونظيف، وكمان ريحته حلوة من الخلطة اللي احنا عملناها. مبسوطة جدا ان الخلطة عجبت ناس كتير، وفي ناس كمان جربتها وقالت لي على الواتس ان انا جربتها وكده وجميلة. فبجد انا مبسوطة جدا ان هي نجحت معاكم كمان، وفي ناس جربتها. بس لبست ده كمان، ده اخر كرسي كده خلاص. كده خلصت الانتريه وظبطته بقى وايه، وبقت الدنيا بقى راقت خلاص. بص انا مبسوطه بقى ان انا عملته وطلع بالنظافه دي، بجد يعني مبسوطه قوي. جيت هنا المخدات ورحت الخداديات. عايزه بقى ايه اعمل كده، ايه عندي كل مغسول، كل وشاش الخداديات دي كلها مغسوله. فقلت بقى اخلي الاصفر ده لوحديه، جبت ابيض بس واسود اللي هو شطرنج كده قطيفه، والابيض الفايبر، وجبت خليت الاتنين الاصفر بس زي ما هم اصفر، لان ساعات بلبسهم وشي يعني، لان دي مش بتتفك، لو اتفكت عايزه تتخيط، اللي هي الاصفر دي هي كده لونها كله على بعض. فجبت كده المخدات الصغيره دي، هبدا ان انا البسها كده ايه الخداديات دي، هبدا ان انا البسها الوش بتاعها. يعني مش هعمل الوان، يعني اللي هو ايه ابيض واللي هي المخدات الشطرنج دي بس، والاصفر بس، مش هعمل حاجات تانية يعني. الاصفر قلت يعني اللي هو خليه بقى يكسر اللون وكده. بصوا دي ايه برضو، دي مخدة بيضة كده، اللي هو ايه الفرو بتاعها مش زي الاول، يعني اللي هو ايه مش ناعم كده زي الاول وحلو، لا بالعكس. تحس ان هو ايه كده مش حلو، يعني مش زي ما يكون جاي كده، بيبقى جاي ناعم وكده، تحس ان هو كلكع شويه، مش فاهمه في ايه. مع اني بتتغسل بعد ما انفضها جامد، بس لا القطيفه دي عمل يعني ولا غيرت لون ولا اي حاجه، لا بالعكس زي ما هي، والفرو بتاعتها صغيره قطيفه بس عليها شويه عن القطيفه العاديه خلاص، اللي هي الشطرنج دي.
فلا مش بالعكس حلوة، وكمان خامتها برضو حلوة. فالحاجات دي المخدات دي انا بشتريها كده يعني، اللي هي بالواحدة فاهمني، او 2 مع بعض كده يعني، اللي بيعجبني وان شاء الله يعني قريب كده باذن ربنا لو نزلت ولقيت الوان حلوه هتليق على عندي. عايزه اعمل كوشن كده جديد، عايزه افكار منكم، قولوا لي كده عايزه اعمل كوشن كده في الانتريه حاجه جديده كده، فقولوا لي ايه الالوان اللي تليق عندي على الالوان اللي عندي دي، ايه الحاجات اللي يعني حاجات حلوه كده تليق عندي وفي نفس الوقت تجدد من شكل الريسبشن. و عايزه اعمل تجديدي بس مش عارفه اعمل ايه، فانا عايزه اخد رايكم، فقلت اشتري كوشن كده جديد للخداديات دي واغير فيهم وكده، وفي نفس الوقت اعمل حاجه جديده يعني حاجه حلوه. فقولوا لي بقى، محتاجه رايكم، اللي عندها راي تقول لي عليه عشان محتاجه رايكم جدا. هنا بقى حطيت المخده البيضاء من يعني اول واحده، حطيت الاتنين شطرنج كده وراها، وكمان حطينا برضو البيضه اول واحده، وحطيتهم كده بوضع مثلث كده. هو مش محتاج اعمل حاجه، الارض نظيفه وبصوا والسيراميك بيلمع والسجاده نظيفه. حطيت الاصفر على الكراسي، حطيت المخده دي كلها. تعال نشوف بقى، نرجع للشطه اللي هتطلع روحي دي. بصوا ده شكل المخدات كده، بصوا ده شكل الكنبه خلاص بقى ريسبشن كده نضيف، ما فيهوش اي حاجه. طبعا الجزء اللي فيه السفره ما فيهوش حاجه، انا كنت كل اللي عاملاه حط عليها المخدات السفره بس. ورجعت لكم تاني بقى للشطه وموال الشطه اللي بصي طلعت روحي ومش قادره اخد نفسي. بصوا انا لما باجي اطحنها الكبه عندي صغيره فخدت وقت، وغير الوقت اللي خدته لازم اكسر قرن الشطه فحراق جدا، فمش قادره يعني اللي هو ايه، ومش بعرف استخدم جوانت ان انا اشتغل بيه، لا ما بعرفش، بعرف ان انا اشتغل بايديا. فبدات ان انا اكسر القرن، فلو حطيت ايدي على عيني هتورم، على وشي اي حته، على ابني هيصوت. فقلت ايه، وتبقي ملياها وتفرميها تلاقيها حبه صغيرين كده يعني. جبت طبق كبير بقى عشان افرم واحط فيه، بس ايه بقى، وبعد اول ما فضيت بقى لقيت الشطه بصوا فظيعه، الريحه خربت بس الدنيا. فتحت بقى الشبابيك بقى كده عملت لهم قلبان. بص بقى وانا بفضي كده، هي بقى الريحه دي اللي طلعت بقى عليا. بصوا ده انا مسحت جزء كبير قوي من الفيديو لان فعلا تعبت فيه جدا. بص روحي بقى بدات تطلع، مش قادره استحمل خلاص بقى من اول طبق، مش قادره استحمل. بص استنى، بقول لنفسي استني ايه استحملي، اللي هو مش قادره خلاص هجري اجيب غطي الشطه اللي انا فضيتها، طلع صغير للاسف. اروح اجيب واحد تاني كبير، قعدت اقلب في المطبخ كده طلعت واحد كبير. الفواله اللي على البوتاجاز دي لو انتوا واخدين بالكم انا حطيت عليها معلقه خشب عشان ما تفرش. بص هنا بقى قفلت شويه عشان بصوا اقدر استخدم. بصوا هكمل بقيه الشطه دي وهعملها مع نفسي. وطبعا يوم صعب اوي اوي اوي، المطحنه صعبه عليا، عايزه واحده اكبر من كده، ما ينفعش دي. بس انا اول مره يعني اول تجربه ان انا اعمل شطه اصلا في البيت، فكانت تجربه صعبه يعني ما انصحش بيها بصراحه. وبعدين كميه فلفل كبيره، فبقيت اعبي كده واطحنها واحطها في الطبق ده لحد بقى ايه ما خلصت الكميه، وبدات ان انا اعبيها في بطرمانات اللي هي بطرمانات ازاز كده. فبصراحه كان يوم صعب، فما قدرتش اكمل معاكم الفيديو. وبصوا جبت اخري، يا دوب عملت كام واحده بس كده، ما اقولكوش لا صعبه قوي. لا ايه ده انا عارفه ان انتوا بتضحكوا عليا وتقولوا ايه، طب ليه عملت كده في نفسك؟ ما اعرفش ليه عملت كده، اللي هو استخسرتهم بعد ما نشفتهم برضو هرميهم، ما ينفعش حرام. فقلت لازم اكمل بقى، بدات المرحله لازم اكملها. بصوا بكسر كده، هو لو حبه صغيرين عادي هيمشوا معاكي، بس الكميه كانت كبيره وكانت حراقه قوي فكانت عامله ازعاج في الشقه. بدات ان انا اكسر القرن، وبعدين برضو اللي عامل ازعاج اكتر ايه، المطحنه عندي صغيره، فاهميني، المطحنه نفسها صغيره بس هي كشطه ونوع شطه مولعه يعني حراق. بصوا عماله اقول للولاد محدش يقرب مني، ده ساعدك يا ماما وده عامل معاك، لا يا حبيبي مش وقته خالص، ما ينفعش حد يعمل معايا حاجه ده مش عجين هنعك فيه ولا حاجه لا. بصوا تبقى ماليه البتاعه تلاقيهم حبه صغيرين، اوريهم لكم دلوقتي. بس قعدت افرمهم كده على الخلاط لحد ما خلصت بصراحه الكميه كلها، بس تعبت صدري
يعني اللي هو نفسي وكده. بصوا بقى دول عامله البتاع لو محبس، بص بقى بخايف اللي هو ايه، وببقى خايفه منهم وانا منزلاهم واقفل عليهم بسرعه، شويه كح شويه اعطس شويه كده يعني لحد ما خلصت، الحمد لله على خير. بس يا رب الفيديو يكون عجبكم، يكون الروتين كده خفيف على قلبكم، بجد ما رضيتش اطول عليكم في الفيديو لاني انا تعبت فيه، فما قدرتش اكمل الفيديو ولا اعمل فيه اي حاجه، فانا بسجل لكم صوت يعني لما بقيت كويسه وعشان انزل لكم الفيديو، وفي نفس الوقت ما كنتش قادره ان انا اصور تاني او اعمل اي حاجه. فبجد اعذروني في الفيديو ده، ومحتاجه لايك كده على قد تعب الفيديو ده بجد لو تعرفوا لو تعرفوا تحطوا كل اللايكات. بس فيا رب الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم في فيديو جديد بصحة وبخير وبسلامة، ويلا اقول لكم باي عشان اكمل بقى مع نفسي. يلا باي باي.